من كرم وفضل ونعمة ربنا عليك كأهلاوي ان انت ما كسبتش الدوري ده، وانك ما قدرتش ان انت تحقق اللقب في الاخر. لان الفوز بالبطولات احيانا بيخلينا نكبر دماغنا، بيخلينا نعتبر ان اللي حصل انجاز، وبيخلينا نكنس المشاكل تحت السجادة ونبدأ ان احنا نكبر دماغنا. واحيانا بيدي مساحة من النفس للناس اللي اخطأت في القرارات ان هي تبدأ تفرد جناحاتها ودراعاتها مرة تانية وتحسسك ان اللي حصل ده انجاز. فبالنسبة لي، ويمكن دي سابقة بتحصل لأول مرة، انا مش عايز اقول ان انا مبسوط، بس انا مرضي ان الاهلي ما قدرش ان هو يكسب الدوري ده لسبب مهم جدا. ان انا عايز اعاده البناء لما تتم بشكل صح، عايز التخطيط لما يحصل بشكل سليم، عايز الفريق لما يرجع يقف على رجله مره تانية ويحقق كل البطولات يعمل ده بالطريقه اللي دايما اتعودنا عليها ودايما عهدناها مع النادي الاهلي، وهي انه يعمل ده وهو واقف على رجله وهو ثابت وهو فاهم هو بيعمل ايه، وبيعمل ده بمنهجيه وباداره فاهمه كويس ايه الطريقه اللي المفروض توصل بيها للهدف وايه هو اساسا الهدف. على قد ما الواحد مش عايز اقول متضايق، بس الواحد متفهم الوضع، اللي هو عارف ان احنا كده كده ما كناش هنكسب الدوري وما كناش هنحقق الدوري السنه دي. على قد ما انا من جوايا في جزء مبسوط ان ده حصل عشان خاطر تصحيح المسار يتم بشكل سليم ويتم بشكل يرضي الجمهور ويرجع الجمهور مره تانية انه يبقى فخور بفريقه وهو بيتفرج عليه. بالنسبه لنادي الزمالك مفيش كلام يتقال غير مبروك الدوري. نادي الزمالك حاول واجتهد وتعب وقدر ان هو يوصل للنتيجه النهائيه في الاخر، انه يقدر يتوج بالدوري حتى بعد ما خسر الكونفدراليه اللي كانت ممكن تاثر عليه بالسلب. فمبروك لنادي الزمالك الفوز بالدوري. الحاج بيشاور لعواد بعينه بيقول له بص هحطها لك على الشمال. ما انا بقول برضو ما هو مش منطقي مش عواد اللي يدخل فيه 9 بلينات ورا بعض. الف مبروك لكل الزملكاويه، لقب الدوري رقم 15 اضرب في 3 بقى عشان توصل للاهلي. بس بعيد عن الهزار والتحفيل، الزمالك عمل موسم كويس والاهلي صرف مليار وما عملش بيهم حاجه. لا قول لي يا زمالك البط الكيني ده بتعملوا معاه ايه؟ الدوري راح، الدوري راح. اسمع مني، هتقعد تعمل ايه؟ تتفرج على باقي؟ خلاص الدوري راح يا باشا، واهلا بالكونفدراليه. الدوري مع السلامه واهلا بالكونفدراليه. مش قادر اتخيل ان النادي الاهلي اللي عمل كل الصفقات وكل الاستثمار ده كله وكل اللعيبه دي وكل الملايين دي والمليارات دي هيلعب كونفدراليه الموسم اللي جاي. انا عارف ان احنا بين الشوطين، وعارف ان لسه سموحه متعادل، وعارف ان لحد دلوقتي بالنتيجه دي الاهلي يلعب افريقيا. بس انا بقول لك بيراميدز مش هيسكت. بيراميدز هينزل في الشوط الثاني يجيب جون واثنين وثلاثه وخلاص. الزمالك بقى بطل الدوري، بقينا امر رسمي، بقى امر واقع. للاسف نادي الزمالك بيسجل هدف عن طريق عدي الدباغ بخطا كارثي من سعد سمير. انا مش فاهم سعد سمير بيعمل ايه، يعني انا نفسي حد يفهمني سعد سمير بيعمل ايه. خطا كارثي يا جدعان، لو ناشئ صغير مش هيغلط الخطا ده. انا اصلا لما شفت سعد سمير في التشكيل الاساسي خفت، قلقت يعني لدرجه ان انا قلت ايه ده؟ لا يا جدعان ده حساب الاهلي خلاص، هو مش لسه في الاهلي دلوقتي. قلقت اكتر. 1-0 طبعا، وفي حفله هنا طبعا في استاد برج القاهره، والطياره شكلها محضره نفسها وحددت خلاص لوكيشن استاد القاهره وهتنزل بدرع الدوري هناك. اما بقى بالنسبه لاستاد الدفاع الجوي، بيراميدز بيفتتح التسجيل طبعا، وقبل نهايه الشوط الاول بدقيقه واحده سموحه قدر يخطف هدف. بس ما تفرحش قوي لان سموحه مش هيقدر يكمل، سموحه مش هيقدر يضاحي جمهور ولاعيبه بيراميدز. يعني اسف بيراميدز ما عندوش جمهور، بس مش هيقدر يضيع رغبه بيراميدز في ان هم على الاقل مش هياخدوا الدوري يلعبوا افريقيا. النادي الاهلي ابتدى مباراه اول مره اشوف النادي الاهلي عنده الضغط ده. هو لعب بالظبط ضغط 10 دقايق وبعد كده شكرا، مع ان في ال10 دقايق دول النادي الاهلي مضيع 4 تجوان، ونفس المشكله اللي من بدايه الموسم. بتضغط كويس جدا ولكن ما بتعرفش تعوض الضغط ده وتظهره في اهداف، ما بتعرفش تترجم كل الاخطاء وكل المساحات وكل الكور اللي بتجيلك سهله جدا ما بتعرفش تترجمها لاهداف. للاسف المباراه بتنتهي، الشوط بينتهي انا اسف 1-0 لنادي الاهلي، وطرد عجيب غريب من ياسين مرعي. يعني هو ياسين مرعي ما جاش جنب المهاجم، بس هي شكلها طرد، يعني هو طرد واضح، طرد صريح على فكره. مش شايف ان الكره فيها ظلم ولا حاجه، لا هي فعلا طرد. بس انا اقول لك خلاص، لو انت اهلاوي ما تعشمش نفسك في الدوري، نقعد بقى نلملم ورقنا ونشوف بقى الموسم الجديد هنعمل ايه بقى مع الوز الكيني، مع البط الرواندي، مع اوتوهو، مع جورماهيا، مع فرق كلها تلعب في كونفدراليه. يعني انا بالنسبه لي لو انت قررتني اقول لك يا عم انا مش عايز الدوري، انا مش عايز الدوري يا عم. مبروك على الزمالك يستحق الدوري عني دلوقتي يعني. بس هو الفرق بيني وبين الزمالك ان انا لما قابلته كسبته في المواجهتين، بس الزمالك ما ضيعش نقط سهله زي النقط اللي انا ضيعتها. فيا عم مبروك الزمالك ياخد دوري، بس انا ما العبش كونفدراليه. انا اروح الاقي نفسي فجاه بلاعب اوتوهو وجورماهيا والبط الكيني والوز الرواندي. يعني على امل يا رب ان الشوط الثاني الامور تتغير والاوضاع تتحسن. ولكن انا بالنسبه لي يا عم انا مش عايز الدوري، بس على الاقل ما العبش كونفدراليه. واصلا كده الدوري محسوم، الزمالك بطل الدوري.
المواقف اللي زي دي بحب افعل وضع الطيران قوي واخش انام، فاهم يعني؟ وضع الطيران في الموبايل واخش انام، واللي يحصل يحصل بقى، والزملكاويه تفرح، الاهلاويه تدب في بقى، ما عندي بقى. بحب افصل الفيشه، وبالذات لما اكون شايف ان انا ما استحقش، يعني ان انا اكون شايف ان انا وحش وسيء واستاهل اللي انا فيه. وبالذات ان انا بقالي فوق ال 15 سنه بشجع النادي الاهلي، عمري في حياتي ما شفت الاهلي مصيره في ايد انديه تانية، عمري. فان انت تجيب جيل يوصلني المرحله دي، جيل انت بتقول عليه صرف وكل حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر كلها صفقات لقطه او صفقات اثاره جدل. مبروك نادي الزمالك. انا والدي زملكاوي، بس قبل ما اي حد يخش يزيد في الكومنتات، فمصلحه ليا يعني، لاني ممكن نتعشى كباب عادي جدا، ولكن مش قادر اقول حتى هارد لك للنادي الاهلي. لعيبه لا تستاهل اي كلمه حلوه، ودعمنا للاخر، ولكن طالما النتيجه هي صفر، فاللعيبه ديت لازم انا شايف انها ما تكونش موجوده الموسم اللي جاي، اغلب اللعيبه كمان لو ما كانش كلهم، ولازم مدرب مصري. مبروك نادي الزمالك، وسيبوني انام بقى شويه. السلام عليكم. بعد ايه؟ بعد ايه بجد؟ جايين تفوقوا بعد ايه؟ بعد ما خسرتونا الدوري واديتونا الكونفدراليه؟ ايوه تستاهلوا تلعبوا كونفدراليه، اشباه اللعيبه دي تستاهل تلعب كونفدراليه. استعد بقى يا اخويا انت وهو عشان تلعبوا بط كيني والوز الكيني، يا اخويا انتوا تستاهلوا، والله العظيم تستاهلوا. كل اللي اقدر اقوله منكم لله، لانكم خليتوا جمهور لا يفقه شيء عن كره القدم يحفل علينا، لابو 15 دوري اللي بقاله 23 سنه مش عارف ياخد دوري ابطال افريقيا. اسهل دوري كنا ممكن نكسبه والله من وجهة نظر. تخيل كنا كسبنا سيراميكا، بس سيبك من ماتش سيراميكا، تخيلوا بس كنا تعادلنا مع بيراميدز تعادل بس، ولكن احنا كنا فريق سيء اسوأ من السوق حرفيا. سوق.com